سؤال عطاير، قداش من ساعة تخدم في النهار؟ نعرف اللي الأكثرية باش تقول 8 سوايع، أما نقصد قداش من ساعة أنت تكون فيهم مركز ومطبس راسك في بيروك وبالحق قاعد تخدم. مستحيل يجوا 8 سوايع. برشا تجارب ودراسات تقول اللي 5 سوايع في النهار هو الحد الأقصى لسوايع الخدمة اللي من المفروض الموظف ما يفوتهمش. أكهو ومن بعد ندخلوا في تضييع الوقت. السيد هذايا مقتنع بفكرة مجنونة شوية. أليكس بانغ المستشار والباحث في جامعة ستانفورد يقول اللي الموظف لازم يخدم 20 ساعة في الجمعة ماكس. How many hours should an employee work nowadays? That's a great question. You know, I would say that what we need is a minimum of about 10 hours a week in order to get the psychological satisfactions from work, from being around other people, from seeing our colleagues, serving people, etc. This is according to studies by a Cambridge sociologist named Brendan Burchell, who asked the question, what's the minimum amount of time we need to spend working in order to get the psychological benefits of it? علاش نخدموا في 8 سوايع؟ إذا كان المدير متاعك يعرف اللي أنت ماكش قاعد تخدم في 8 سوايع وأنت تعرف روحك اللي ما تنجمش توصل تخدم 8 سوايع. في جوان اللي فات 3300 خدام من 70 شركة بريطانية وافقوا باش يبداو في تجربة جديدة. الموظفين باش يمارسوا نشاطهم المهني الطبيعي أما بشرط تطبيق نظام 100-80-100. Academics here in the UK and the US will monitor around 70 companies to see if it's possible to drop a day and still be as productive. At the end of the trial, they can make a decision, the business can make a decision based on that information, whether it's a viable business option to move to the 4-day work week permanently. A new trial is seeing how a 4-day work week would actually benefit employees. The experiment put British employees at 70 companies on a 6-month trial period with no loss of pay. باش يخلصوا 100% من شهرهم ويخدموا 80% من سوايع الخدمة الأصلية ولازمهم ما يتيحوش على أقل من 100% على الإنتاجية متاع الأيامات العادية. التجربة دامت 6 أشهر ولقات نجاح كبير يقولوا المحللين. 86% من الشركات قالت اللي التجربة عجبتهم ومستعدين يكملوا يخدموا على النسق هذايا. من شيرة المراقبين يقولوا لي لاحظنا أقل ستريس وبرن اوت على الخدامة والمود متاعهم تحسن ولا عندهم الوقت باش يستمتعوا بعائلاتهم. ومن شيرة أخرى قالوا لي حتى الشركات استفادت برشا. الانتاجية هي بيدها وساعات أكثر بشوية. الموظفين ولاو ما عادش يغيبوا برشا والاستقالات نقصت. مقال على الواشنطن بوست يقول حسب دراسة تعملت على أكثر من 20 دولة اللي إذا البشرية نقصت من سوايع الخدمة 10% مثلا باش يكون عندها فوائد كبيرة برشا على الطبيعة وخاصة باش تنقص انبعاثات الكربون بنسبة 14%. By now, we would be able to work 15 to 20 hours a week while maintaining a good standard of living for everybody. And so I think while that is maybe not something that we can jump to sort of immediately, that imagining a world in which sort of that is what we need in order to provide for ourselves is, I think that's not a bad goal. التجارب على نظام 4 working days per week أكيد سمعتوا بها في برشا بلدان أخرى ومش كان في بريطانيا. تعملت زادة في الإمارات واليابان، ألمانيا، أيسلندا، إسبانيا، نيوزيلندا إلخ. وكل مرة الفيدباك على التجارب هذه سواء في القطاع الخاص وإلا العام كان هايل برشا. The results have been remarkable. Physical and mental stress went down, while work ethic, job satisfaction, work-life balance, energy levels all improved. Productivity and service quality stayed the same or got better. ونحن وقتاش نجربوا نخدموا 4 أيام في الجمعة. كان عجبك الفيديو هذايا ما تنساش تبعثوا لمديرك.